طيب ننزل على translation اللي تحتها كده. عندي بيقولك the importance of charitable organization lies in helping poor and needy people. Charities do an excellent job as they work all over the world. طيب هقول حاجة الانسر بتاعتي صح هتبقى ألف. اوكي تعالوا كده نشوف مع بعض ليه. أول حاجة نقرأ تكمن أهمية الجمعيات الخيرية في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وعندي الفول ستوب. طيب نشوف كده الجملة دي برضو آخرها الفول ستوب بعد people. فعندي تكمن. طب فين تكمن هنا؟ اللي هي لايس. بصوا جبنا ازاي هنا الفيرب محطوط عادي او الفعل محطوط عادي في اول الجملة باللغة العربية، لكن في الانجليش ما ينفعش احط الفيرب رقم 1 في في اللغة الانجليزية ما ينفعش احط الفيرب نمبر 1. في اللغة العربية ينفع، لكن لا في اللغة الانجليش لازم احط الاول ايه، احط الفاعل بتاعي وبعد كده احط عايز الفيرب. فبيقولك the importance of charitable organization. أهمية importance يعني أهمية، charitable يعني الجمعيات الخيرية. اوكي charitable organization اللي هي الجمعيات الخيرية. lies يعني تكمن in في helping poor and needy people، في مساعدة poor يعني الفقراء، needy people اللي هم المحتاجين. تمام حلو قوي. اوكي نكمل. charities do an excellent job يعني الجمعيات الخيرية do بتعمل an excellent ممتاز job عمل ممتاز as they work لأن هما بيشتغلوا أو لأنها تعمل في كل أنحاء العالم all over the world. حلو أوي. أوكي طيب تعالوا بقى نقارن مع بعض بقية الانسرز كده. يكمن اهتمام الجمعيات الخيرية في مساعدة الفقراء والمحتاجين. لا هي أولا هي مش يكمن اهتمام الجمعيات، هي بيقولي importance الأهمية بتاعتها، يبقى هنا ما ينفعش. اوكي wrong. طيب نشوف الانسر اللي بعدها. تكمن أهمية الجمعيات الخيرية في مساعدة الفقراء والمشردين. لا هو ما قاليش مشردين، هو قال لي needy people، وانا عندي needy people يعني الناس المحتاجة اللي هم المحتاجين، مشردين يعني homeless. اوكي يبقى لا برضو مش هينفع. اوكي ننزل على تحت. يكمن اهتمام برضو اهتمام، او ما قاليش اهتمام وقال لي أهمية مساعدة الفقراء والمشردين، برضو لا برضو هو ما قاليش homeless، هو قال لي needy people. فخلاص يبقى كده برضو wrong، يبقى اول answer هي الانسر بتاعتي صح.